أنا عمري ما كنت متخيلة إن اليوم ده هيجي وأنا هنا في كلية أنا أصلا ما كنتش عارفاها ولا حتى كاتباها في أول اختياراتي. بس مش ده المكان اللي كنت عايزاه، يعني هدخل قسم ايه أصلا ولا هتخرج أعمل ايه؟ عارفة، أنا كمان كنت زيك دخلت الكلية وقلبي مش فيها. بس يوم ورا يوم اكتشفت إن ربنا بيختار لينا الأحسن حتى لو احنا مش شايفين. طب القسم اسمه ايه والمقابلة بتبقى عاملة ازاي وايه طبيعة المواد اللي بدرسها وهل فيها عملي؟ بصي، احنا عندنا 5 أقسام وفيها قسم سادس وده اختياري بتاخديه جانب القسم بتاعك، وبيبقى ليه مقابلة انت بتعمليها وعلى أساسها بتدخلي القسم ولا لأ. طب القسم اسمه ايه والمقابلة بتبقى عاملة ازاي وايه طبيعة المواد اللي بدرسها وهل فيها عملي ولا كلها نظري، والأهم من كده هشتغل ايه أصلا؟ هو القسم اسمه قسم العلوم التربوية والنفسية والتربية الخاصة. طب بتقدمي فيها ازاي؟ بعد ما بتتقبلي في قسمك الأساسي الكلية هتحدد الأيام للي حابب يقدم فيها. طب مش كده الدراسة هتبقى تقيلة قوي إن ندرس قسمين مع بعض؟ هي فعلا هتبقى تقيلة بس مش بالدرجة اللي انتي متخيلاها. هو بس كل ترم هيضيفلك مادتين أو 3 على مواد القسم الأساسي، ومحاضراتها بتبقى أونلاين. هو بس السكاشن في منها أونلاين وفي بتنزليله الكلية على حسب. والأحلى في القسم إن الدكاترة بتتعامل معاكي فعلا أكنك بنتهم أو أختهم الصغيرة، ومحاضراتهم تبقى ممتعة ومش هتبقى عايزاها تخلص خالص. طب أنا بدرس ايه في القسم؟ هتدرسي مجالين هما علم النفس التربوي، وده هيفهمك ازاي الطفل بيتعلم وبيتصرف ازاي، وتقدري تبني خطط تعليم تناسب قدراته. تاني حاجة التربية الخاصة، وده هتتعلمي فيه ازاي تتعاملي مع الأطفال من ذوي الإعاقات أو صعوبات التعلم وتساعديهم ويندمجوا في الحياة. طيب أنا ممكن أشتغل ايه بعد ما أتخرج؟ بصي، هو انتي قدامك فرص كتير قوي تشتغلي فيها. ممكن تشتغلي معلمة تربية خاصة أو أخصائية تربية خاصة أو تخاطب، أو ممكن تشتغلي في حضانات أو مراكز تأهيل. وكمان ممكن بعد التخرج تكملي دراسات عليا عادي. معلش بس هو في سؤال جه على بالي فجأة، هل فرصة السفر مطلوبة في المجال ده ولا لأ؟ سؤال جميل جدا. هو فعلا فرصة السفر مطلوبة قوي في المجال ده وخصوصا في الدول الخليج. كمان الكلية بتعمل مسابقات توعوية بتساعدنا نندمج مع ذوي الاحتياجات الخاصة ونتعامل معاهم. ده أنا خلاص حبيت القسم ده وحاسة إني دخلت الكلية عشان بس اهم حاجة خليكي دايما فاكرة ان مش مهم انت فين، المهم هتعملي ايه في المكان اللي انت فيه.